الله أكبر. بلادي كلهم مسمى دين مسلم مجاهد من أجل أن تسود في الدنيا عدالة السماء. اللون لا يهمنا بقدر ما يهمنا التقى. الطول مئتل أساسها متين تلوح بالسماء كالبشار. فهل عرفت من أنا؟ عادي جدا. أيها الأهل وأيها الأحباب، تغمرني فرحة فوق فرحة فوق فرحة ونشوة. انتصر أبناؤنا على أرض السودان. بعد طغيان قالوا للحق أين كنت حين صار الباطل رجال؟ قال كنت أجتسد نوره. أخي، جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. أخي، إنهم لا يسمعون لنا صوتا أو صدى، فإن جو الرصاص وحان القصاص وشب الجحيم لها موقدا فتش على مهجة حرة أبت أن يمر عليها شهيدا على أرضها دعا الله باسمها واستشهد. التحية للسودان الوطن، والتحية الخالصة من شيخ قلبه على أبنائه في المقدمة. أبناؤنا بالأمس كانوا يقاتلون في سبيل الله، شعارهم الله غايتنا، والقرآن شرعتنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. الله أكبر. قالوا لي لا تطيل، واليوم ليس يوم كلام وحديث، ولكن أنا عايز شباب الهوسة وين نستقي؟ نستقي يا أخوانهم. تقي معناتها التقية أو التقوى الجهادية. هم يمثلون رمزا للحياة، الحياة التي تدور وتفاجئك بالمفاجآت. ولذلك الشاب يتربى على القوة وعلى اليقظة وعلى أنه لا يؤتى من قبله، يحارب ويسالم، يرقص ويغني، ولكن طعامه وطعمه مر كالنحلة كما قال رسول الله: المؤمن كالنحلة لا يطعم إلا طيبا ولا يطعم إلا طيبا. السلام عليكم جميعا، أحييكم وأقول لكم أيها الهوسة مهدكين من شيء بدايك. الله أكبر. الله أكبر. نشكر سعادة الأمير. وقد قيل الله أكبر أن القوة والصداقة كأوتار الكلمات المشدودة قد يتفوق الأسد، ولكن تبقى الأوتار مشدودة. ولكن والآن أعزائي الحضور نستمع لكلمات محمد أحمد عبد القادر أرباب، الوزير السابق والمحامي والمستشار القانوني للإدارة الأهلية بالسودان وعضو الملتقى العام للإدارة الأهلية بالسودان، فليتفضل وهو معززا مكرما. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله شديد يا جماعة. الله أكبر. ليه احنا مسخنين شديد يعني؟ جزء عزيز جدا من الوطن الآن أبناؤنا يزودون عنه، وقد روحوا بالدماء شبرا شبرا. تم النصر في هذا اليوم العظيم. الله أكبر. هذا اليوم
يلتغي التاريخ ويتهم أبناء الهوسة يحتضن التاريخ عندما ودعت كما قال أخي عبد المصطفى عائشة الفلاتية تجو عايدين بالمدفع والمقسيم تجو عايدين. الله أكبر. تلك القبور التي شهدناها، تلك الجبال الشاهقة، أولئك الرجال الذين زرت مضاجعهم وقبورهم في كرن تقف شامخة شموخ جبال كرن. إنها أرواح تلكم الرجال الذين زودوا، الذين كان لهم الدور في انتصار الإمبراطورية البريطانية، والتي وعد السودان بأن تمنحه استقلاله. كانت عائشة الفلاتية في مقدمة الجيوش. الله أكبر. أنا بلال بن عثمان زمن الناس الرجال، أنا قاتلت مع الرجال. دي بلالة كانت الرفيقة بتاع عائشة الفلاتية. أخواننا أهلنا الهوسة أنا ما غريب عليهم. قبيلة الهوسة قبيلة هي التاريخ، هي الأصالة، هي الجذور، هي العراقة، هي القدر. قبيلة الهوسة هي الشموخ. إخواني أيها الإخوة أيها الحاضرون، إن الإمام محمد أحمد المهدي، أقول لكم سر لأول يوم، أنا زول بتاع تاريخ، زول بتاع قانون، اشتغلت وزير سابق واشتغلت وزير ومستشار للإدارة الأهلية على مستوى السودان. أقول لكم سر، الإمام المهدي الإمام محمد أحمد المهدي أول قبيلة اختار الزوج منها الفلاتة هوسة، أمنا عشة من الهوسة. وأقول لكم سر كبير جدا جدا في المهدية، إنه أول دم اتدفق في السودان ده في المهدية، أول شهداء سندهم من الهوسة. شهداء الجزيرة أبا كانوا أول شهداء استشهدوا هم من قبيلة تغان وقبيلة كنانة وقبيلة أهل الهوسة. الهوسة قبيلة لها تاريخ، الهوسة رقم كبير في السودان وفي أفريقيا وفي العالم، لا يمكن أن نتجاوزه. أيها الإخوة الحضور، إنني والله ممتن اليوم، يوم جميل، يوم فرحة، وأنا سعيد جدا أخاطب هذه الوجوه، أخاطب هؤلاء الرجال. لا تحسبن أن الشيب شيبة الوجه، إنما الشيب شيبة القلب، شيبة الوجه والقلب ينعم الشباب. هكذا قالها الأمير إبراهيم هارون أبونا الذي علمنا تعلمت منه الكثير. كلماته دي عميقة جدا يا جماعة، احفظوها، جيلنا ده يحفظ الكلام ده، ما سهل. كلام اللي قاله الأمير ده يا جماعة كلام الرجال، وإحنا ده رجال محتاجين لهم. أخونا عبد المصطفى ده، عبده ده يا جماعة، أنا والله ما أعرف، أنا زول مستشار، أنا مستشار للنظام الأهلي بالسودان. والنظام الأهلي يا جماعة البيت الكبير مش ده الشعب قوية، دي الشعب القوية بتوقف لنا البيت. الله أكبر. يا جماعة احنا دايرين الشغل، عايزين الشغل. بقول الأمير موسى لو ده الشغل والملتقى يمشي لقدام، عليك بالزول ده. الله أكبر. وعليك بالراجل ده عبده، وعليك بالرجال ده. الله أكبر. الهوسة سهلين. الله أكبر. أهلنا الهوسة عماد الاقتصاد في السودان. والله العظيم لو أضربوا يوم في السودان كل بيت حيجوع في السودان. الله أكبر والحمد. إخوة الأعزاء، أقول لكم في هذه الثواني وهذه الساعات التاريخية ساعات الأبطال، واليوم نصنع التاريخ، واليوم نسجل التاريخ، اليوم نرفع راية استقلالنا وراية علمنا في جليد، ويسجل التاريخ مولد أبطالنا. غنوا لهم وليكتب التاريخ ذكرهم ويقل شهدائهم. هؤلاء الأبطال الذين رووا في جليد، هؤلاء الأبطال الذين مستعدين أن يزحفوا من الخرطوم إلى بحيرة تانا وإلى نون. أيها الإخوة الأعزاء، أقول لكم وأنا سعيد جدا جدا وحضرت هنا، أنا ما غريب منكم، أنا ولدكم. لو بتعرفوا يا جماعة مشوكة والرعرابة وسنجة والرماش وسنجة ومايرنو،
وسلطان بكر محمد طاهر والجماعة الكبار بعرفوا أبونا شيخ إمام وفقيه مالك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقيه إمام وشيخ إمام وفقيه مالك رحمة الله عليه وربنا يرحمه. ما قطع ده عندي كمان ديك شغال هذا الجمع الكبير وهذا الجمع الكبير وهؤلاء الرجال اللي عدو والسيدات وبناتنا ونسواننا واولادنا عدد ما كبير ما سهل عدد كبير جدا. فنحن يا جماعه نحيي التاريخ بتاع القبيله هي اعرق واكبر قبائل السودان في افريقيا. الله اكبر. تعتبر رقم كبير. قبيله جماعه علماء التاريخ قالوا إذا داير تغير شعب عاين لأهازيجه وعاين لأغانيه وعاين لأهازيجه أثناء الحرب. هؤلاء الأسود عمنا وأبونا إبراهيم يكون يزهروا كما يزهر الأسد أمامنا الآن. هؤلاء رضعنا من ثديهم الوطنية ورضعنا الكرامة. والآن أقول لكم التاريخ والعراقة راس أي شجرة يا جماعة ما عندها جذور بالكيف، شجرة ما عندها عروق بالكيف، راس السحر وضع شوف عليك نازل العزم. إذا رجعنا الهوشة علينا بالزود ده علينا بالرجال. الرجال الذين أنجزوا هذا الإنجاز هؤلاء الرجال الذين يقفون على هذا العمل لا بد من الإشادة بهم، لا بد من الإشادة. وليس برضه أولادنا الشباب بنات هؤلاء الذين أكثر لهم أنا أحييكم أحييكم تحيتين يعني بالفرحة الكبرى لهجيرين وتحيي بالليلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا جماعة أنا الأمير موسى إذا المجتمع آتوا الهوسة يسموها عن الهوسة. الله أكبر. يا جماعة جديد نوت بوكس هؤلاء الناس يعملوا نحن الآن نهنيكم ونحن والله الله يكرمكم ونحن والله جيتوا إذا جيتونا لازم تاخذ حكيم في الحب. إذا ما جيتونا حكموا الحكيم في البركة دي وحلالين زي ما قال البعشوم للمرفعين. قال لي والله في صيدة هناك سمينها امشي وكلها. المرفعين وحي جنب الصيدة وما قدر يطلع. البعشوم قال البعشوم عجب. البعشوم قال ليش بدين شفت العجب. العجب بعد ما جوا العجل ها العجل جايين. السلام عليكم يا جماعة ورحمة الله وبركاته وشكرا جزيلا لهذا الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بتراث أجدادنا نفخر، نبدأ ننشره بالثبات، أصله من أصلافنا واصل، نجمه ونحفظه من شطات. عبد مصطفى بيجيلنا بيفخر وهو رمز العزة فينا ومن أضوه الرب ساطر. والآن أعزائي الحضور نؤطر أجواء هذه الساحة، وأول فقرة للمرح حتكون لفرقة والقيا بقيادة صفاء يوسف. فليتفضل.
المغرب تصدق.
يا شباب والله يا المفروض يخليه يا شباب لموا السواعد، ما الوطن للوحدة داير، نبدأ بالعون نكابد في بلد ميناء وبشاعر، نفجر الطاقة اللي فينا ومن تراب أكبان ساير، نزرع الأرض اللي واسعة ونحصد الخيرات مباشر، وننشر السلام في وطننا ومن شمالنا ولجنوبنا ومن شرقنا ولغربنا. والآن أيضا فاصل استعراضي لفرقة كوميرا بوني بقيادة الفنان عبدو زكريا، فليتفضل وهو مشكور.
لا تنبش المال البعيد، ألم تكن يوما لقلبي واقعا مجهولا، لا تنكأ الجرح القديم فإنني وقعت ليلا مظلما وثقيلا، وحملت روحي في فعاد نازف ما زال يحمل نصفه مشلولا. والآن أعزائي الحضور أيضا نقدم فرقة قاوتا تافتو بقيادة الفنان يحيى، فليتفضل وهو مشكور. والله الله مهم جدا. Wai yau ne wa kuke neman ku? Auna? Nan. Amana kai ke nema? Kamdi hasabta? La. السلام شيخ، كيف الحال؟ ما صمت. كده